السلام عليكم. اليوم غنديروا مقرمشات صحيه اللي هي صالحه للناس اللي دايره ريجيم وباغا تاكل اكل صحي. فيها كاوكاو مهرمش، فيه اللوز مهرمش، فيه الزريعه البيضاء، فيه قبصه الملح، فيها جنجلان بياض، فيها الزرارع مخلطين. المهم ها هي عندي حطيت اللوز مهرمش، زدت عليه الزريعه البيضاء، زدت عليه كاوكاو مهرمش. زعما صراحه يعني ما فيهاش شي حوايج اللي دايرين. على الزرارع مخلطين، جنجلان بياض، بذور الشيا، زريعه الكتان، يعني داكشي صحي. زدت عليها بيضه. هاد البيضه هي ضروريه باش تجمع لك قبصه الملح، باش كتعطي لك النكهه ديال الملوحه زوينه. صافي هنايا كتبقاي تخلطيها بيدك. يعني ما محتاجاش بزاف هذا بزاف الخدمه، يعني شويه كتخلطيها، يعني كتدمجيها العناصر اللي عندك. ولا لاحظتي انها اصلا دابا بدات يعني كتجمع لك، واخا ما درتي فيها لا سوائل كثيره لا والو. يعني ديك البيضه مع داك الحبوب عندها ديك الجيلاتين ديالها كتلقوا ليك. يعني صافي كتبقاي بحال هكا تتخلطيها حتى كتجمع ليك. من بعد كتزيدي عليها هذاك كاس صغير تاع زيت البلديه، هذا كيعطي واحد النكهه زوينه. وكيزيد يجمعها لك، كيعطيك ديك هذا التماسك ما بين الحبيبات ديال هاد الوصفه. صافي هي ضروري خصك تخليها ترتاح واحد شويه باش كتطلق داك الجيلاتين ديالها وتجمع لك، وكتجيك ساهله باش تسرحيها في الطاوه ديالك. يعني داكشي باش تسرح لك بسهوله. يعني مثلا ملي جمعت ليا انا سرحتها في الطاوه وعلى ورق الطبخ، سرحتها مزيان. وبالاخص خاصك ديري يدك فيها الماء وتسرحي، ديري يدك فيها الماء وتسرحي، لان هي الا ما درتيهاش غادي دير لك مشكله في هذا، في تلصق لك في يدك. صافي وكنكملوا كنسرحوها مزيان في هاد الطاوه باش كتجي مزيانه. يعني بس هكا هانتي لاحظتوا انني سرحتها. صافي دابا كنبدا كنقطعها بهاد الموس باش كنطراسيها بحال كنطراسيها. هي كطراسيها، ولكن كان هي راه بصعوبه باش كتدير باش كتماسك. هي الصراحه ملي غطيب لك ما غتجيكش يعني الاشكال هكا مقادين شويه مدايره، ولكن كتجي صراحه كتجي زوينه الصراحه. واخا هكا كطراسيها يعني كتهز ليك. يعني مزيان ضروري تراسيها بشي حاجه باش كتجيك سهله في الهزان، حيت الا ما تراسيتيهاش وبغيتي انت ديريها، حيت هي ممكن ديرها غرانولا. راني في اخر ديال الفيديو صورتها على شكل غرانولا، يعني كتجيك اللي داكشي تفرست ليا ما ضيعتوش، خليته حتى هو نستعملوه على شكل غرانولا. يعني في الوصفات ديالي مثلا نفطر به، ولا مثلا نديرو مع ياغورت مسوس وناكلو. صراحه تجي بنينه ديك القرمشه كتعطيها، كتجي زوينه. هنا كملت التقطاع ديالها. من بعد كندخلها الفران، يعني كتدخلها الفران. هنا خرجتها باقا شويه شاده في راسها، رجعتها باش طيب. هي نصيحه اللي غنصحكم، يعني الا دخلتيها الفران ردي ليها البال مزيان، لانها دغيا تتحمر. خصك تبقى جالسه حدا الفران. انا شحال من مرات حرقات ليا، لان كنقول انا صافي راه باقا غنمشي ندير شي حاجه وغادي نرجع. ملي كنرجع كنلقى تحرقات كامله. يعني ضروري تجلسي حداها تطيب. ها هي هنايا وجدات، كتجي بنينه ورائعه ومشبعه. يعني الوليدات الصغار تعجبهم الصراحه. انا كتجيني من سناكات زوينين. ايوا ان شاء الله جربوها غتعجبكم ان شاء الله.